هنعمل مع بعض تورتايه شكلها جميل جدا وكمان بأقل تكلفة، وهنحسب التكلفة بتاعتها بالورقة والقلم مع بعضينا. هنعمل تورتايه ممكن نقدمها هدية في عيد ميلاد او نعملها لولادنا في البيت، يعني حاجة بسيطة جدا بس هتفرح الولاد جدا في البيت، وكمان بطريقة سبونج سهلة جدا ومظبوطة جدا ومضمونة كمان. يعني لو عمرك ما عملتي كيك سبونج خالص هتعمليها ان شاء الله وهتنجح معاكي من اول مرة، وكمان مش محتاجة ادوات زي المحترفين، سهلة جدا وبسيطة جدا للمبتدئين اللي انا كمان منهم. يعني مش شرط نكون محترفين عشان نعمل تورتايه جميلة في بيتنا. وعايزة اقولك لما تعمليها بجد هتكوني مبسوطة جدا بيها. نسمي الله كده بقى ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. انا جبت صينيه، انا مش عايزه التورتيه بتاعتي تكون عاليه، فجبت صينيه مقاس 24، والمقدار بتاعنا النهارده لو عملتيه في الصينيه مقاس 18 او مقاس 20 هتديكي كيكايه عاليه جدا. ممكن تقطعيها تبقى 6 ديسكات معاكي او 5 ديسكات معاكي على حسب التقطيع اللي هتقطعيها لها. لكن زي ما بقول لحضراتكم انا عايزه الكيكايه بتاعتي النهارده ما تكونش عاليه عشان هنعملها عربيه زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا، علشان كده عملتها في صينيه مقاس 24. زي ما حضراتكم شفتوا كده انا جبت الصينيه وقلبتها وخدت ورقه من ورق الخبز وطبقته وحطيت طرفه على نص الصينيه زي ما حضراتكم شفتوا كده معانا. بعد كده دهنت الصينيه بتاعتي زيت كويس جدا من الارضيه ومن الجناب، وحطيت فيها ورقه الخبز زي ما حضراتكم شفتوا. بعد كده بقى هنجيب 4 بيضات. المقادير دي مظبوطه جدا يا جماعه، ان شاء الله تطلع لك سبونش تحفه. هنكسر ال4 بيضات زي ما حضراتكم شايفين كده معانا، وطبعا البيض وكل حاجه نحطها للكيك تكون بدرجه حراره المطبخ زي ما حضراتكم عارفين. كسرنا كده البيض، وبعد كده هناخد الدقيق، والدقيق بتاعنا دقيق عادي لجميع الاستخدامات، بتجيبيه سايب من عند العطار. وانا عايزه من المواد الجافه عايزه 2.5 كوباية، عايزه 2.5 كوباية بالظبط من المواد الجافه. هاخد منهم 2.25 كوباية من الدقيق، ومعلقه صغيره من معالق الشاي بيكنج باودر، ومعلقتين كبار مهرمين من معالق الاكل نشا. يبقى انا كده معايا 2.5 كوباية من المواد الجافه. وطبعا النشا والدقيق يعني معانا مقدار ربع كيلو، ربع كيلو يعني مش هيعدي 5 أو 6 جنيه بالظبط، 5 أو 6 جنيه بالظبط للمواد الجافه. ومعانا 4 بيضات، البضاية ب6 جنيه يبقى معانا 24 جنيه، 24 جنيه و6 جنيه يبقى معانا 30 جنيه كده للبيض وللمواد الجافة. وكل حاجة هنحطها نحسبها دلوقتي مع بعضنا. وطبعا حطيت للدقيق حطيت له رشة ملح، وبعد ما نخلته خدته قلبته تقليبه حلوه كده بالمعلقه علشان المكونات كلها تختلط ببعضها، او ممكن تنخليه مرتين او 3 كمان. بعد كده بقى هنحط معلقه كبيره كده معانا من الخل للبيض، وكمان حطينا فانيليا، ولو عندك فانيليا بواكي حطي باكوين من الفانيليا. وكمان معايا نص كوبايه ميه من الحنفيه، بتجيبي ميه من الحنفيه عاديه جدا بس تكون نص الكوبايه مليانه، يعني نص الكوبايه كده مظبوطه. وكمان حطيت معايا معلقه كبيره من محسن الجل. محسن الجل ده هو كيس ب10 جنيه، جبت الكيس ب10 جنيه، هو الكيس طلع معلقه مليانه يا دوبك على قد المقدار اللي انا عاملاه. وكمان حطيت معايا كوبايه من السكر السنترافيش، سكر سنترافيش ابيض بس ناعم، يعني مش بودره، لا السكر الحبايه بتاعته ناعمه شويه. طبعا كل المقادير بتاخديها مع بعضيها علشان الكيكايه فيها محسن جل، فخدنا كل المقادير كلها مره واحده. بتضربيها بقى يا اما في العجان، لو عندك مضرب كهربائي اضربيها في المضرب الكهربائي، وكمان لو عندك كبه ممكن تضربيها في الكبه، بس طبعا مش هتنفع بالمضرب السلكي العادي لان احنا عايزين ضرب شديد شويه علشان يدينا القوام اللي حضراتكم شايفينه كده معانا. طبعا احنا كنا حاسبين 30 جنيه وحطينا كيس محسن جل ب10 جنيه يبقى 40 جنيه، وكمان كوبايه سكر قولي ب5 جنيه يبقى 45 جنيه. لحد دلوقتي احنا صارفين 45 جنيه على الكيكه نفسها. هدخل الكيكه على فرن درجه حراره 180، وطبعا مش هفتح عليها قبل نص ساعه على الاقل. بعد نص ساعه لو حابه تفتحي افتحي، لو مش حابه تفتحي سيبيها لحد ما تكمل 40 دقيقه، وبعد كده افتحي عليها اختبريها. انا سبت الكيكايه دي خدت لها تقريبا من 45 ل 50 دقيقه جوه الفرن على فرن درجه حراره 180. بعد كده بطفي عليها الفرن وبسيبها جوه الفرن تقريبا 5 دقايق، وبفتح عليها باب الفرن عشان تاخد درجه حراره الجو، عشان ما اخرجهاش على طول على الجو ابرد من الفرن فتهبط معايا. بعد كده بخرجها من الفرن وبغطيها وبسيبها لحد ما تبرد خالص. يا ريت ما تشتغلوش فيها الا لما تبرد. على فكره انا اشتغلت فيها كانت لسه دافيه شويه، فبقول لكم دي مش احسن حاجه، يعني المفروض ان احنا نسيبها لما تبرد خالص. المهم غطيتها وسبتها بقى لما بردت، وبعد كده اخدها اقطعها. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا احنا شلنا الوش القشره اللي بتبقى على وش الكيكايه ورميناها. بعد كده هناخد الكيكايه وهنقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده. انا اقطعها 3 ديسكات لاني مش عايزه زي ما قلت لحضراتكم ان الكيكايه تبقى عاليه، انا عايزه كيكايه زي ما حضراتكم شفتوها كده في اول فيديو، لان زي ما انتم عارفين هنعملها عربيه. كده قطعنا 3 ديسكات زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هجيب نفس الصينيه اللي انا خبزت فيها الكيكه وهنفرد فيها كيس،
وبعد كده هناخد اول ديسك من الديسكات الكيك بتاعنا ونحطه في الصينيه علشان نحشيه بالكريمه. بس قبل ما نحشيه بالكريمه هنسقي الكيكايه بتاعتنا اي سيرب موجود عندك. هنعمل لها سيرب كده، انا عملت لها شويه ميه بسكر كده مغليين وسبتهم لما بردوا وسقيتها بيهم. لو عايزه تسقيها بشويه لبن او شويه كاكاو بلبن او اي عصير عندك تمام مفيش مشكله، بس في الحر ده ما بتبقاش حلوه يعني، لان ممكن الحاجه دي تفسد الكيكه على طول، لان زي ما حضراتكم عارفين طبعا درجه الحراره عاليه جدا، فممكن لو لبن او عصاير او حاجه تخلي الكيكه تفسد معانا على طول او ما تعيش معانا في التلاجة، يعني مثلا 3 4 ايام كده ولا حاجه. انا بقى بسقيها ميه بسكر بس، حتى كمان من غير ليمون. بعد كده بنحشي بقى الكيكه طبقات زي ما حضراتكم شايفين كده، وكمان حطيت لها مع الكريمه كراميل. طبعا الحشوه بقى اللي تعجبك ممكن تحطيها معاه، لو حابه فاكهه تمام، لو عندك صوص شوكولاته، لو عندك صوص فراوله، لو عندك صوص مانجا، لو عندك نوتيلا، اي حاجه تحبي تحشيها او تكون موجوده عندك طبعا بتحشيها فيه. او لو حابه تسيبيها كريمه بس مفيش طبعا اي مشكله. بعد كده بناخدها بقى بنحطها في التلاجة قد ساعه كده ولا حاجه عشان تمسك نفسها معانا. بعد كده بنخرجها زي ما حضراتكم شايفين كده. انا جيت على الكيكايه بتاعتي من الجنبين بتوعها، خدت مقاس نفس المقاس من الجنبين بتاعها بالظبط، يعني خدت تقريبا اقل من ربع الكيكايه من كل جنب زي ما حضراتكم شايفين كده. حطيت بقى معلقه كده كبيره من الكريمه وحطيت عليها القطعتين اللي انا قصيتهم دول من الكيكه زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا بنعمل بقى شكل العربيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده معانا. طبعا الفيديو يعني موضح نفسه. وهنا بقى عايزه اقول لحضراتكم معلش الاضاءه هنا اختلفت شويه، لان انا كنت بصور الصبح بدري وكانت الشمس ضاربه في الازاز والازاز لونه اخضر، كانت مدياني اللون اللي حضراتكم شايفينه كده ده. وعايزه اقول لك طبعا كلنا كستات بيوت ما عندناش في البيت القعده الدواره. القعده الدواره دي بتبقى عند الناس اللي هم بيعملوا اوردرات وعلى طول شغالين في التورت والجاتوهات. انا بقى استعدت عن القعده الدواره دي باني جبت حله وبحط من فوقيها صينيه وبتلف معايا زي القعده الدواره بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. مش هتفرق خالص عن القعده الدواره، يعني لو ما عندكيش قعده دواره هتقلبي حله وتروحي قلبي عليها صينيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اما بقى بالنسبه للكريمه اللي انا استعملتها سواء في تجليس التورتايه او في الحشوه من جوه، فهي كانت عباره عن 8 كيلو من الكريمه. 8 كيلو من الكريمه دون عامل 35 جنيه. وعايزه حضراتكم تحسبوها معانا كده بالظبط وتقولوا لي ان كنت انا غلطانه في الحساب ولا حاجه. اما بقى بالنسبه للالوان فالالوان دي كده كده موجوده عندي. طبعا انت لو هتشتريها مش للتورتايه الواحده هتستعملي الالوان دي كلها، طبعا الالوان هتنفعك في كذا تورتايه ممكن تعمليها. فطبعا انا ما اشتريتش الالوان، الالوان موجوده عندي. لكن لو حبيتي تشتري الالوان فطبعا ازازه اللون هتعمل معاكي كذا حاجه، يعني هتعمل معاكي كذا تورتايه مش هتعمل تورتايه واحده، فطبعا مش هتعتبر تكلفه ولا حاجه. انا جبت كمان كيس اوريو اللي هو ابو 5 جنيه، كيس بسكوت اوريو ابو 5 جنيه اللي عملت بيه العجل بتاع العربيه. فانا عايزه حضراتكم كده تحسبوا بقى معانا الحساب. احنا قلنا في الاول 40 تقريبا او 45، وبعد كده 35 من الكريمه، يعني 45 و35 يبقى 80 جنيه. 80 جنيه وكيس اوريو ابو 5 جنيه يبقى 85 جنيه. وقولي كمان اي حاجه زياده ممكن نكون حاطيناها في التورتايه، يعني ممكن نقول 100 جنيه، يعني تورتايه زي دي تخيلوا ما كلفتناش 100 جنيه. ده احنا كده كمان ممكن نكون حسبنا الغاز اللي احنا سويناها عليه. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده لما تعملي تورتايه زي دي كده ببيتك تكلفك 100 جنيه او اقل كمان من 100 جنيه. طبعا وطعمها تحفه ان شاء الله. لو جربتوا الكيكه الاسبونش ده تحفه جدا ان شاء الله، طريقته هتعجبكم وان شاء الله تجربوه على طول او تستعملوه على طول في كل التورت بتاعتكم باذن الله. انا بقى كتبت على التورتايه بتاعتي طلال باللون الاصفر من قدام زي ما حضراتكم شايفين كده، وكمان هكتب عليها من فوق لولا، لان دي تورتايه لعيد ميلاد طلال. هو عنده سنتين، كل سنه وهو طيب وعقبال ما يبقى عنده 100 سنه ان شاء الله. وعايزه اقول لكم هو اول ما شاف التورتايه فرح بيها جدا وفكرها عربيه وكان حابب ان هو يشيلها. يا ريت بقى لو عجبتكم التورتايه عجبكم الاسبونش بتاعنا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.